بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وايام مبروكة. ربنا يبارك لكم يا رب ويجعل ما بينكم المودة والرحمة وبين كل اخوات في الدنيا. احنا قبل كده احنا كل اللي طالع على السوشيال ميديا دلوقتي حكاية زاهية داوود وحلمية داوود. والله العظيم انا كنت بتابع زاهية دي وكنت بحب الفيديوهات بتاعتها في الاول من مدة، وبعدين لاحظت فعلا ان الام بتميل لزاهية بصرف النظر عن بقية اخواتها. كذلك الصبيان برضو لما حلمية بتروح ما بيظهروش ولا بيقفوا يقعدوا يتصوروا معاه ولا ياكلوا معاه ولا الكلام ده كله. وحلمية ما بتروح شكل تاني خالص ومعاملة تاني خالص، حتى من الام، حتى وش الام يبقى مقلوب. وده انا كتبته لزاهية قبل كده وقلت لها ما ينفعش، والدتك بتفرق بينكم وبتخلي شويه شويه بتربي عداوه بينكم. زعلت مني قوي، بقول لها ردي عليها، قالت لها ارد عليكي ليه؟ اما انت عماله تتكلمي بطريقه مش كويسه ارد عليكي ليه؟ من ساعتها لا رسلتها تاني ولا بتفرج على فيديوهاتها. وشفت حلميه لما كانت قاعده عندها وبتخدمها وبتعمل لها فيديوهاتها ومشغله لها قناتها وهي تعبانه وعيانه. ليه هي كل ممكن 10% بس من فيديوهاتها مش موجود عليها عنوان انا اللي مظلومه واللي بيجي عليا واللي بيدبر لي واللي بيعمل لي واللي بيسوي لي. عمري ما شفتها قالت الحمد لله على فيديو ولا على حاجه. ما ينفعش. انما التانية سبحانك يا رب زي الطفل الصغير، اي حد بيشوفه بيحبه وطيبه جدا وربنا بيقعدوا لها في رزق. يعني انا امبارح شفت الفيديو بتاع الارض لما ولاد حلميه جمعوا الزرع، الله اكبر بسم الله ما شاء الله، وعلى نيتكم ترزقون. ما شاء الله ربنا يبارك لها. على قد ما هي حد كويس ومحترمه، وازاي تبقى هي مضروبه زي حلميه ما كانت مضروبه وتطلع في ساعتها تعمل فيديوهات وتشتم في الناس وتهزق في الناس. 3 4 فيديوهات في اليوم بس مباشر بالساعه ونص والساعتين. وطالعه بعدها تطلع تكتب جوزها اللي حريقهم فاقع مرارتهم. انت حد ربنا يشفيكي، ويا ريت تشوفي لك دكتور نفساني، ويا ريت تكوني فاكراني كويس ساعه ما كلمتك قبل كده. وربنا يهدي الاخوات. بس برضو نرجع ونقول الست كبيره وقد والدتي وما ينفعش حد يغلط فيها، بس هي السبب في كل ده. ربنا يهديها ويصلح حالها ويصلح حالهم جميعا. يعني انت عملت عداوه مع حلميه وعملتي مع رانيا وعملتي مع اختك التانيه، واختك الكبيره انا سامعاها بتقولك طردونا من البيت، قال اللي خد ورثه ما يرجعش البيت تاني. يا ست ورث ايه وزفت ايه وفلوس ايه؟ والله العظيم ما هي دايما لحد. يعني لو حد منكم وقع على غفله الفلوس هتنفعه؟ ولا لو حد جاله مرض الفلوس هتشيل المرض؟ والله ما في الكلام ده كله. يا ريت يا ريت نسمع لكلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اي نعم، وربنا اول شر اتخلق في الارض ما كان ما بين الاخ واخوه، بس احنا ربنا اعطانا القرآن واعطانا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش ما ينفعش اللي بيحصل ده. وانت يا زاهية على طول منتقدة الدنيا ومنتقدة الناس ومنتقدة نفسك. ليه احمدي ربنا، ربنا عطيكي ومراضيكي ورزق بتاع ربنا. وانت لو نيتك حلوة مش على طول سخط على نفسك، وعلى طول الناس بتدبر لك مؤامرات، وعلى طول الناس بتكرهك، وعلى طول كيدهم في نحورهم. ربنا يرد كيدهم في نحورهم. ولو حد بيجي عليك وظلمك سيبها لله، ربنا يجيب لك حقك. انما حلمية ربنا يبارك لها ويبارك لعيلها ويهدوهم لها، ولا يدخلوا في شر تاني ولا يدخلوا في مشاكل ولا ليهم دعوه بحد. الاتصال عباده، خليهم في حالهم لحد ما ربنا يهدي النفوس وربنا يعديها على خير. حاولوا تروحوا لاختك وتراضيها، لان هي ما تستاهلش حاجه وحشه. ده انت كنت تقدري تكسبيها وتعملي معاها فيديوهات، وفي قناتك كانت هترفع ورزق محدش بياخد رزق حد. وبعدين يا ست حلمية من ساعة اللي حصل ما ظهرتش ثانية على السوشيال ميديا. اكيد كده هي فعلا كانت مضروبة ومتهانة وي 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 وي. انما انت ما شاء الله عليكي، لا ما ينفعش. انت كده بتثبتي للناس ان انت فعلا عملتي في اختك كده، وبالذات كمان اخواتك الرجالة اللي سابوكم في الاسم ولا في النقطة عندكم وراحوا يعملوا مشاهدات ويعملوا فلوس ويعملوا بتاع. كل ده عشان فلوس. ملعونة قبل فلوس. هتعملوا قد مين ما عمل؟ وعلى رأي واحدة عندكم في النقد، رايحة فين وجاية منين ولا منين بيودي على فين؟ ما حدش واخد حاجة. ده داخلة من باب وطالعة من التاني. لو عشتي 1000 سنة مهما تعملي سايبة في الآخر. فالسيرة الحلوة هي اللي بتقعد.
بعديكي ب1000 سنة، وربنا يهديكي ويصلح حالك ويبارك لكم وفي ولادكم، عشان محدش فيهم يطلع زيك ولا زي اخواتك. ربنا يهديكم ويصلح حالكم. وبعدين يا حلمي يا زاهي،